في امريكا جامعه عريقه جدا وكبيره اسمها جامعه سان فرانسيسكو. الجامعه دي فيها كليات كتير جدا زي الجامعات عندنا كده، جامعه اسكندريه وجامعه القاهره وجامعه اسيوط. الجامعات في امريكا بتعمل سباق سنوي، تعمل مسابقه وكل الجامعات تدخل في المسابقه دي، والجامعه اللي بتاخد الجايزه بتقدم حاجه. الحاجه دي كل الجامعات توافق على انها حاجه فريده وحاجه تمس المجتمع، يعني حاجه تعالج ظاهره اجتماعيه، حاجه تعالج ظاهره صحيه. فكل الجامعات بتقدم ابحاث، والابحاث بتدخل في كنترول واحد بس، والكنترول ده يبدا يطلع ايه؟ اقوى بحث وافضل بحث. فكل الكليات بتقدم ابحاث، والجامعه تاخد الابحاث دي تعمل لها كنترول، وتاخد افضل بحث تقدمه في الكنترول بتاع الجامعات. فحصل بالفعل ان كل الجامعات اشتركت في المسابقه دي، ومن بين الجامعات جامعه سان فرانسيسكو وكليه الطب بالتحديد فيها الطلبه اللي فيه عملوا اختبار او عملوا بحث على الناس الزهجانين. راحوا مستشفى الامراض النفسيه، جابوا مجموعه منه المرضى اللي في مستشفى الامراض النفسيه. الطلبه بتوع كليه الطب في جامعه سان فرانسيسكو راحوا جابوا مجموعه من المرضى دول، واخدوا عينات من معدتهم، من معده الناس الزهجان، وحطوا العينات اللي اخدوها من معده الزهجانين دول في اكل الفئران، فالفئران اكلت وماتت. فقاموا كاتبين في التقرير كده بتاع البحث ان في معده الزهجان سم فار. فالناس الزهجاني تطلع اللي في معدتها تبيعه للصنهور، في معدتهم سم فار. فهي ديت محصله الزهق، في معده الزهجان سم فار. فالزهجان يعمل حاجه من الثلاث: يا يخبط دماغه في الحيط، يا يطلع ينط من على سطح العماره، يا ينط في البحر. لان الزهق دي اصلا اعتداء على عدل ربنا. انت زهقان يعني انت مش عاجبك حالك، مش عاجبك قضاء الله فيك، وتبص تلاقيه بيشكي ربنا للناس، وتلاقيه معري رجله يقول بص ابص عليه. ما هو انت ما تستاهلش غير كده، لانك حرامي وكذاب، وربنا سبحانه وتعالى بيعاقبك. ما هو لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. هو لو ربنا عارف ان رجليك الاثنين هيخلقهم لك سلام تروح تصلي بيه وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كان خلقهم لك زي قضيب الجاد. لكن عارف انك هتنط تسرق من على حيطه دي، وتعتدي على دي، وتظلم دي، فعشان كده ربنا قطعها لك. امال هو قاطع رجلك ليه؟ وقاطع نحبك ليه؟ ما هو من وساختك ومن عفاشتك. الله يقطعكم.